مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة دنيا سمير غانم، وهنشوف أول رد فعل من دنيا سمير غانم على حملات التنمر اللي تعرضت ليها بنتها كايلا على شكلها واسمها بعد ظهورها معاها لأول مرة على خشبة المسرح. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك واشترك في القناة وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. اتصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم الترند في جوجل وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام اللي فاتت، وده بعد انتشار صورة جديدة لبنتها كايلا رامي رضوان بعد ما كبرت وبقى عندها 8 سنين. وده بيعتبر أول ظهور لكايلا، علشان زي ما كلنا عارفين إن دنيا سمير غانم كانت بتحاول تبعد بنتها كايلا عن الإعلام لحد ما أخيرا سمحت ليها إن هي تظهر بعد انتهاء أحد عروض مسرحيتها أنستوني. وطلعت دنيا هي وبنتها كايلا على خشبة المسرح علشان يحيوا الجمهور، وبمجرد انتشار صورة الطفلة كايلا على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات السلبية على صورها، وسخر البعض من شكلها وشكل مامتها كمان ومن اسمها. وده اللي خلى خالتها إيمي سمير غانم تنفعل وترد على كل التعليقات دي، وعبرت إيمي عن غضبها واستيائها الشديد بسبب الهجوم والسخرية اللي تعرضت ليها بنت أختها كايلا. وطلبت إيمي من كل الناس إن هم يخليهم في حالهم وما يتدخلوش في حياتهم الخاصة. والنهاردة بترد دنيا سمير غانم على حملات التنمر والسخرية اللي تعرضت ليها بنتها كايلا في أول ظهور ليها، خصوصا إن دنيا طول السنين اللي فاتت كانت بتبعد بنتها كايلا عن الإعلام وعن الأضواء، ودي بتعتبر المرة الأولى اللي بتظهر فيها كايلا للجمهور. وأصرت دنيا إن هي ترد على حملات السخرية والتنمر من شكل بنتها ومن اسمها كمان، بس بطريقتها الخاصة. واحتفلت دنيا بألعاب ونشاطات بنتها كايلا في خطوة جديدة منها علشان تخرج بنتها من الأزمة اللي تعرضت ليها والهجوم والسخرية اللي واجهتهم في أول ظهور ليها. والحقيقة إن الجمهور اعتبر تصرف دنيا ده أفضل رد على كل المتنمرين اللي اتريقوا وسخروا من بنتها. واستعرضت دنيا مجموعة من ألعاب بنتها كايلا في إشارة منها إن لا هي ولا بنتها بيتأثروا بالتعليقات السلبية دي. وقالت دنيا إن هي بتربي بنتها زي ما هي اتربت بالظبط، علشان هي كمان وهي صغيرة كان في ناس بيتريقوا عليها وبيسخروا من والدها فطوطة، وبيتقال لها انتي أبوكي مهرج وكلام تاني لا يليق، وهي كانت بتعدي كل الكلام ده وبترميه ورا ظهرها عن طريق والدتها ونصايح والدتها. فهي كمان بتربي بنتها كايلا زي ما هي اتربت، وبتعودها ان التعليقات السلبية دي ما تأثرش فيها وان هي ترميها ورا ظهرها زي ما هي كانت بتعمل وهي في سنها. فيديو حكاية النهاردة خلص. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.